بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز الأفران. طبعا هنعمله بطريقة اقتصادية جدا وناجحة، والكبير والصغير بيحبه لأنه طبعا يعني مليان شوكولاتة زي ما انتم شايفين كده. بصوا سواه من قدام ومن ورا، رائع. ما خدش مننا ربع ساعة في العمايل كله على بعضه بسواه. بصوا انا كسرته طبعا عشان اوريهولك من جوه هش ازاي. وبصوا بقى زي الرمل، يعني ده دليل على انه هاشش من جوه ومقرمش قوي، والشوكولاته ماسكه فيه من جوه ومن بره، خطير. وطبعا مش هنعمله ولا بزبده ولا بسمنه. يلا نشوف المكونات اللي احنا عايزينها ايه. اول حاجه هنجيب الخلاط وهنحط في الخلاط 3 بيضات. هنزل 3 بيضات، وطبعا فانيليا، كيسين فانيليا عليه، واحط كوبايه ونص زيت. تمام. واحط كوبايه ونص سكر بودر، واضرب ده كله في الخلاط لحد ما يعمل معايا اللي هو الخليط اللي هو الكريمي قوي ده. خلاص كده اجيب بقى 5 كوبايات دقيق واحط عليهم كوبايه نشا، والنشا مهمه جدا عندي، واحط معلقه بيكنج باودر وكمان ذره ملح. دي المكونات الجاف. ادلق عليها الحاجات السائله اللي انا ضربتها في الخلاط واقلب. وطبعا احنا متفقين ان اي بسكوتات او اي كوكيز، طبعا هو من ضمن البسكوت، ما بيتعجنش خالص. بقلب كده بمعلقه او بسباتيولا او بايدي بقى الم كده خلاص، بس ما عجنش، عشان لو عجنتيه البسكوت هيعضم معاكي، يعني هينشف جامد قوي ومش هيبقى حلو. انا هنا حطيت معلقه لبن عشان البسكوت ما يشققش. اي بسكوته تعمليها عشان تطلع معاكي شكلها حلو حط لها ماده سايله، يعني شويه ميه او شويه لبن. بصوا خلاص انا لميت العجينه خلاص كده. احب بقى في الاخر خالص احط معلقه سمنه بلدي كده عشان طبعا تودي الطعم في حته تانية وريحه العجينه، وبتبقى طريه وحلوه قوي. تحبي تحطي الخطوه دي شوكليت شيبسي جواه مفيش مشكله. عايزه تعمليه ساده وفوقيه الشوكليت شيبس بس تمام. عايزه تعمليه كده وما فيهوش الشوكليت شيبس اللي فوق كله تمام. انا هعمله كور صغننه خالص كده زي بتاع الافران بالظبط. جبت الصاج بتاعي وبطنته بورق زبده وعملته كور كده اهو. بصوا هفضل بقى ارصص كده كور لحد ما اخلص. طبعا الخطوه دي مهمه جدا، ان انا حاطه فيه بيكنج باودر، ما انساش ان هو يعلى شويه، فانا عايزه ارققه مش عايزاه يبقى عليه كده. تقدري بقى تجيبي الشوكليت شيبس وتحطي كده فوق الوش، يعني حبه كده لكل واحده فوق الوش. ودي بتبقى خطوه يعني انا مش بحبها، يعني بتبقى خطوه صعبه وفي نفس الوقت مش بيبقى واخد شوكولاته كتير. انا بحب الخطوه دي، اجيب الشوكليت شيبس واعمله كده في قلب البسكوته كده، وبيبقى ثابت وجميل وبيبقى غرقان شوكليت شيبس شايفين. وابططه كويس قوي واحطه. هعمل كله كده بالطريقه دي تمام كده بس. واكون مدخله حاطاه في الفرن طبعا حامي من قبلها. بصوا انا فرني اخد ربع ساعه كله على بعضه اهو. بصوا من قدام ومن الارضيه بتاعته بصراحه تحفه. بس هو البسكوت الكوكيز المفروض ان انت يعني ما تمسكيهوش سخن علشان خاطر الشوكولاته ما تلزقش في ايدك. انا كده كنت مستعجله عشان اوريهولكم ان هو مرمل قد ايه. طبعا لما يهدى خالص ابدا ارصصه، لان الشوكليت بتبقى سايحه شويه، لان الشوكليت شيبس بتبقى محتاجه انها تشم هوا عشان تبدا تبرد شويه، وهو كمان يمسك نفسه كده ويقرمش ويبقى جميل جدا. سواه من قدام ومن ورا زي الفل، ما اخدش مننا وقت خالص. عملناه بزيت مش بسمنه ولا بزبده ولا بمكونات كتير قوي مكلفه. الحاجات اللي قلت عليها النشا والحاجات دي كلها اساسيه في الوصفه. بصوا مرمل ازاي، بجد شكله حلو قوي وهاشش جدا 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 وسهل، والكبير والصغير بيحبه. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.